أولمبي المدية بالبذلة الزرقاء نزل ضيفا على سيدي بالعباس لمواجهة الاتحاد المحلي لحساب الدور 32 من كأس الجزائر في مقابلة كانت متكافئة المستوى وخلق خلالها لاعب الفريقين عدة فرص مواتية للتهديف، وهي المحاولات التي افتقدت إلى الفعالية اللازمة وغياب اللمسة الأخيرة لدى مهاجمي التشكيلتين في لقاء كان مفتوحا على كل الاحتمالات، والمتميز بالتدخلات الموفقة لحارس اتحاد بالعباس زايدي. في الجهة المقابلة أوقف الحارس ولد ماطا كرات كانت تبدو خطيرة، كما سجلت العارضة حضورا وأبقت نتيجة الشوط الأول بيضاء بعد كرة راجع الذي تلقى تمريرة من زميله سالم. بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني دخل لاعب اتحاد بالعباس مباشرة في المقابلة واستفادوا من ضربة جزاء، لكن أولمبي المدية خسر اللاعب دبياب بعد تلقيها الإنذار الثاني وكلفه البطاقة الحمراء. فواز يتولى تنفيذ ركلة الجزاء وينجح في إهداء اتحاد بالعباس هدف التفوق. وفي الوقت الذي كان ينتظر استفاقة حقيقية لأولمبي المدية ضاعف المحليون في الدقيقة 58 النتيجة بتوقيع اللاعب أحمد شاوش الهدف الثاني. هدفان مقابل 0 هي النتيجة النهائية التي سمحت لاتحاد بالعباس من المرور إلى الدور المقبل. لوبجيكتيف تاعنا هو ماشي كاس الجزائر. نظن انا باللي عندي